فخبر عاجل الآن: حريق ضخم في عقار في بورسعيد يتسبب في وفيات وإصابات. شهدت محافظة بورسعيد صباح اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025 حادثا مأساويا بعد اندلاع حريق ضخم في عقار خشبي قديم بمنطقة الحديدي تقاطع شارعي الحميدي وطولون في حي العرب. أسفر الحريق عن وفاة سيدة تدعى نورة تبلغ من العمر 36 عام، فيما أصيب شخصان آخرين باختناق وحروق متوسطة تم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، وحالتهما الآن مستقرة. وفور اندلاع النيران انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث، حيث دفعت بعدة سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة، كما تم قطع التيار الكهربائي عن المنطقة وفرض كردون أمني لتأمين الأهالي. وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وسط حالة من الحزن بين سكان بورسعيد بعد هذا الحادث المؤلم. رحم الله السيدة المتوفاة وربنا يشفي المصابين. ولحد هنا الفيديو خلص، إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.